فن التلاعب بالعقول، كيف يستخدمه الأقوياء دون أن يتورطوا؟ في هذا العالم لا ينتصر الأذكى فقط، ولا الأقوى جسدا، ولا من يملك السلطة، بل من يفهم كيف تعمل العقول، من يتقن فن التلاعب دون أن يلوث يديه، من يحرك الآخرين كما يريد وهو في الظل صامت يبتسم فقط. لكن دعني أسألك أولا، هل التلاعب بالعقول شيء شرير دائما؟ هل من يقرأ الآخرين ويتحكم في سلوكهم هو بالضرورة خبيث؟ الإجابة ليست بهذه البساطة، فالتلاعب له وجهان، وجه مظلم يدمر العلاقات ويخدع الناس، ووجه ذكي يستخدمه الأقوياء بحكمة لا ليؤذوا بل ليقودوا، ليحموا أنفسهم أو لينتصروا في معركة الحياة دون أن يصدروا صوتا. دعنا نكشف هذا الفن سطرا بسطر، سرا بسر. أولا، فهم الطبيعة البشرية. أول قاعدة: لا يمكنك أن تتلاعب بعقل لا تفهمه. من لا يعرف كيف يفكر الآخرون لا يمكنه أن يؤثر فيهم. الأقوياء يبدأون بفهم النفس البشرية، ما الذي يحرك الناس؟ ما الذي يخيفهم؟ ما الذي يجعلهم يثقون بك أو يخضعون لك أو يعارضونك؟ إنها الحاجات العميقة: القبول، الحب، الأمان، السيطرة، الاعتراف. إذا عرفت مفتاح كل عقل أصبحت قادرا على فتح أبوابه دون أن تطرقها. ثانيا، الصمت الذكي، أقوى أدوات التلاعب. المتحدث الكثير يكشف بسهولة، أما الصامت الذي يراقب فهو من يرعب. التلاعب لا يبدأ بالكلام بل بالصمت، الصمت الذي يربك الآخر، الذي يجعله يتحدث أكثر مما يجب ويكشف أكثر مما أراد. الصمت هو سلاح الأقوياء، يجمعون به المعلومات ويتركون الآخرين يظهرون ضعفهم دون أن يطلبوا منهم شيئا. ثالثا، زرع الأفكار دون أن يشعر بها الآخر. الذكي لا يعطي أوامر مباشرة بل يلقي فكرة صغيرة ثم ينتظر أن تنمو داخل عقل الطرف الآخر كأنها فكرته هو. يقول كلمات مبطنة، أسئلة ذكية، يجعل الطرف الآخر يقنع نفسه بما يريد هو ثم يظن أنه اختار بحريته. وهنا يكمن التلاعب الحقيقي، أن تجعل الآخر يفعل ما تريده أنت دون أن تطلبه أبدا. رابعا، التحكم في الإطار وتوجيه القصة. كل حوار هو قصة، لكن من يسيطر على إطار القصة هو من يربح. الأقوياء لا يناقشون داخل القواعد الموضوعة بل يضعون قواعد جديدة دون أن يشعر أحد. هم لا يردون على السؤال بل يغيرون السؤال نفسه. لا يتفاعلون مع الاتهام بل يجعلونك تشك في اتهامك. هم لا يدخلون الحرب التي اختارها الآخر بل يصنعون ساحة جديدة بأسلحتهم الخاصة. خامسا، استخدام نقاط الضعف دون أن يظهرها. التلاعب ليس في الإهانة بل في الضغط على الجرح دون أن ترى يدك. القوي لا يظهر أنه يعرف نقاط ضعفك بل يتصرف كأنه لا يراها، لكنه يتصرف بدقة تجعل روحك تختنق دون أن تفهم كيف. هو يبتسم، يشجع، لكنه يختار الكلمات التي تلمس أعمق مخاوفك، يجعلك تتراجع، تتوتر، تشك دون أن يصرخ أو يهدد. سادسا، خلق الغموض وترك الآخرين يتخبطون. التلاعب الذكي لا يعني أن تكون واضحا بل أن تترك الناس يتساءلون: ماذا يقصد؟ هل هو معنا أم ضدنا؟ هل يفكر بهذا الشكل أم يخدعنا؟ الغموض يولد الفضول، والفضول يجعل الناس يطاردونك، يحاولون فهمك، وحين يكونون مشغولين بفك طلاسمك تكون أنت متقدما بخطوات. سابعا، التلاعب لا يعني الكذب بل التوجيه. الكاذب يكشف، لكن الماكر يعرف كيف يقول الحقيقة لكن بطريقة تخدمه. هو لا ينكر لكنه يخفي جزءا، لا يزور لكنه يعيد ترتيب الحقائق. هو يجعل الحقيقة تنطق بما يريد لا بما هي عليه. ثامنا، التلاعب الأخلاقي. متى ولماذا؟ ليس كل تلاعب شريرا. أحيانا تستخدمه لتحمي نفسك من الاستغلال، لتقود فريقك في لحظة انهيار، لتجعل من حولك يثقون بك ويستمدون منك القوة حتى لو لم تكن تملكها. التلاعب الأخلاقي ليس خداعا بل ذكاء نفسيا يستخدم في الوقت المناسب بالمقدار المناسب وللغاية الصحيحة. تاسعا، مناعة ضد التلاعب. اعرف نفسك. أكبر ضحية للتلاعب هو الشخص الذي لا يعرف نفسه. من لا يعرف ما يخيفه، ما ينقصه، ما يسيطر عليه، سيقاد بسهولة ولن يشعر. الأقوياء لا يتلاعبون فقط بل يحمون أنفسهم من التلاعب لأنهم يعرفون اللعبة من الداخل. في الختام، فن التلاعب بالعقول ليس علما يدرس في الكتب بل مهارة تكتسب بالصبر والفهم والملاحظة. ليس للضعفاء وليس لمن يبحث عن السيطرة السطحية. هو سلاح ذو حدين، إما أن تستخدمه بحكمة أو يحرقك قبل أن يصل للآخر. وإن أردت أن تكون واحدا من أولئك الذين يحسب لهم
1000 حساب دون أن يرفعوا صوتهم. ابدأ من هنا، افهم نفسك، افهم من أمامك، ثم اصمت واترك عقلك يتكلم.